فده للاسف كانت نتيجه حكم عسكري فاشل 50 سنه. طيب يا باشا اتفضل. خلاص كده؟ كده خلاص تمام. ورينا بقى يا ريس. انا كنت مشمر كومي وقلع الجاكيت عشان اساعد معاك. خدت الرسمه كلها لحسابك. ورينا كده. انت لسه ملبسه الحفاضه بتاع كل مره؟ عشان التسريبات للاسف، بس مفيش فايده بس برضه. مفيش تسريبات في اسرائيل دلوقتي يا عم. لا بس في تسريبات عندنا في مصر. طب ايه بقى؟ قول لي بقى، اشرح لنا كده. ده الصوت بتاع الامم المتحده. ده باختصار كده. تمام يا فندم، دي نهايه اي خاين. تعليق يعني بيدي التحيه لمين هنا؟ بيدي التحيه لاسرائيل. معناه ايه؟ بيعمل صح كتفويض اسرائيل بالنسبه للامم المتحده. دي خلاصه حكم عسكري. حكم عسكري خاين المده الطويله دي كلها. ان لم تستحي فافعل ما شئت. ان لم تستحي فافعل ما شئت. وده فعل ما يشاء لانه لم يستحي. قام بترشيح اسرائيل في الامم المتحده. كويس. ايوه. ده تعبير عن تصويت مصر لصالح اسرائيل في الامم المتحده. ده باختصار كده. وتمام يا فندم. يعني لو في اي اوامر ثانيه انا تحت امركم. ده معناه شغال عند كان يعني انت عايز تقول الدلاله دي ان هو كان شغال عندهم، مش ان هو مفترض يعني ان هو لو ناس فاكرين رئيس. المفترض على نفترض انه المفروض انه رئيس. على الاقل يستحي يكون عربي مسلم يصوت لصالح الكيان الصهيوني. الله اعلم بقى بموضوع مسلم ده. طيب انا يعني للاسف لان وقت الحلقه انتهى. معلش. يعني بس الحقيقه الرسمه قويه جدا، وانا شايف انها كانت تستحق ان احنا نتناولها بشكل اوسع. بس التمهيد اللي انت قلته في الاول اعتقد انه غطاها، لان واضح ان ده ختام التعامل مع تعامل العسكر مع الكيان الصهيوني فعلا على مدار 60 سنه. ان بقى اللي بيتولى حكم مصر دلوقتي واحد مش بيشتغل عندهم، هو واحد ولاؤه الكامل لاسرائيل وبيدي صوت والتحيه. الحقيقه انا احييك عليها. وأترحم على كل شهداء مصر وشهداء الوطن العربي اللي ماتوا بسبب الكيان الصهيوني الغاصب ده. والسبب هي دي النتيجة. أنا بكلم كل واحد مصري، كل واحد عربي، كل واحد مسلم. الشخص ده أهدر دم مئات الألوف من المسلمين والعرب والمصريين اللي ماتوا في سيناء بسبب هذا التصويت. ربنا يحسن حسابنا جميعا. بشكرك استاذ فراس، نورتنا في الحلقة، ونشكرك على هذه الرسمة القوية جدا اللي
حركت فينا شجون كتيرة جدا وقلبت علينا المواجع. يا رب الناس تتعظ وتفهم ان شاء الله يكون خير. بشكر حضرتك وبشكر حضراتكم، يعني يا رب نكون امتعناكم النهارده بالرسومات ورسمه الاستاذ فراس، وان شاء الله نلتقي في حلقه مقبله من كلام جرايد وتصبحوا على خير. السلام عليكم.